مفيش وقت وعايزة تعملي حاجة سريعة للغدا ما تاخدش معاكي نص ساعة، فالوصفة دي لازم تجربوها. عايزة اقول لكم عامله لكم خلطة الرز تحفة مع صدور فراخ كده بطريقة مميزة جدا. اوعدكم لما تجربوا الاكلة دي هتعملوها في اي يوم انتم مستعجلين فيه. واهم حاجة اوعوا تنسوا تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. جربوها، احنا سهلة جدا. طب انتي بتحبي الاكلة دي ولا لا؟ بحبها بجد؟ جربوها جربوها جربوها. ايه رأيك؟ انا لسه هدوقها. تدوقي الفراخ قصدي. لذيذة؟ معايا نص كيلو من صدور الفراخ ومقطعاها بالشكل ده، شكل طولي كده، تقطعوها زي ما انتم ما تحبوا. هحط عليهم بصل كده مفروم ناعم، ومعايا شوية بهارات بسيطة، ملح، فلفل اسمر، بابريكا مدخنة، واهم حاجة في الوصفة دي هي الكركم، فمعايا معلقة صغيرة من الكركم و3 فصوص صغيرين من الثوم. وهعصر كده نص ليمونة. احط بقى شوية صغيرين من الحليب او يعني ربع كوباية كده من الزبادي. كده الحليب مع الليمون بيتقل القوام ويبقى شبه ايه الزبادي او اللي هو اللبن الرايب يعني. وهنقلبهم كويس مع بعض، نسيبهم في التتبيله دي لو مستعجلين يعني فربع ساعه مثلا، لو مش مستعجلين فسيبوها فتره يعني اطول عشان تاخد من طعم التتبيله. طبعا في وصفة الحلة الواحدة دي هيكون معانا رز، فأول حاجة هنحتاجها علشان نحضر رز مميز جدا، هحتاج لبصلة كده متوسطة أو صغيرة شوية، وحوالي كده حبتين من الفلفل الأخضر برضو حجمهم مش كبير، والمقادير دي لكوبايتين ونص من الرز. هحطهم بقى في الكب عندي عشان أنا عايزاهم يكونوا مفرومين ناعم خالص. فرمتهم بالشكل ده يعني ما نعمتهمش جامد، برضو فيهم لسه حتت ايه برضو ظاهرة معايا. هخليهم بقى على جنب وندخل بقى في الخطوة بتاعة تشويح صدور الفراخ. بما انها في حلة واحدة بقى فانا هشوح على طول الفراخ في الحلة. احط شوية زيت، حتة كويسة كده من السمنة الفلاحي، يعني حوالي كده معلقة صغيرة. الحلة عندي هنا عرضها مش كبير قوي، فانا لو عندكم حلة يكون عرضها اكبر علشان تاخد كمية الفراخ مرة واحدة يكون كويس. انا حتى علشان هي عرضها صغير فانا هشوح الباقي في الطاسة دي. وعلى فكرة انا مش بسويها، انا مجرد بديها لون من تحت ومن فوق لانها تكمل تسوية مع الرز. شايفين ازاي لونها حلو ازاي؟ انا بس بخليها تاخد وش لكن مش بسويها للاخر، مجرد بس تحميرة كده ايه 5 دقايق مش اكتر. ده كده الشكل الفراخ بعد ما حمرناها. طبعا هي لسه مش مستوية، يعني هي مستوية بنسبة مثلا 70% او 60%. هتكمل تسويتها بقى مع الرز. نيجي بقى للخطوة التانية، ازاي هنعمل الرز اللي بقولكم عليه اللي هيكون مميز جدا. في نفس الحلة بقى اللي احنا شوحنا فيها الفراخ تمام، هحط شوية بقى زيت صغيرين عشان خاطر الرز. ولما يدفى الزيت معايا هضيف بقى الخلطة اللي احنا حضرناها مع بعض اللي هي البصل والفلفل الاخضر. هضيف الخلطة معايا، انا صفيتها من المية حاجة بسيطة. شوحها شوية. هضيف عليها دلوقتي رشة من الفلفل الاسمر وبرده رشة من الكركم، معلقة صغيرة كده من الكركم، وكمان ربع معلقة صغيرة كده من الفلفل. عايزة اقول لكم الريحة خطيرة. اقلبهم كويس مع بعض. دول كوبايتين ونص من الرز الفلاحي تمام، انا غسلتهم وسبتهم يصفوا كويس. هظبط الملح بقى حوالي كده يعني ايه معلقة كبيرة من الملح. هقلب شوية بقى الرز مع الخلطة اللي احنا عملناها، ومجهزة جنبي مية تكون مغلية. هضيف بقى المية المغلية.
انا دايما بقول لكم في فيديوهاتي ان انا بعاير الرز بعينيا، يعني يكون فوق الرز حوالي عقدة كده. تمام. هقلب الاول علشان اشوف. زي ما انتوا شايفين الارتفاع بتاع المية عن الرز اهو، ومش هزود كتير لان هنا في بصل وفلفل، فكمان بيطلعوا هما كمان المية بتاعتهم. هرص بقى الفراخ، قطع الفراخ على الوش كده. ممكن كمان ترصوا معاها قطع من الفلفل الاخضر والالوان حسب ما تحبوا. قبل كده عملتها برضو بالطريقة دي. خلال ربع ساعة بيكون الرز استوى، ومعاه كمان ايه الفراخ بتكمل التسوية بتاعتها. دلوقتي انا لسه النار عالية معايا على فكرة، انا ههدي النار مع اول غلوة ياخدها الرز. ده شكلها بعد ما استوت، الرز مفلفل وهوريكم، وطبعا الفراخ مستوية معايا، ريحته تحفة. ومحتاجتش طبعا انا اقلب الرز، زي شايفين هو زي مفلفل. ادي قطعة الفراخ. ايه رأيك؟ حلو لسه هدوق تدوقي الفراخ تقصدي؟ لذيذة. الجام.